موقف نقاشي ديني للاخوان. دلوقتي احنا بنتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو جاله عمه ابو طالب وقال له يعني ان الكفار بتوع قريش عارضين عليه ان هو يعني يتوقف عن سب الالهه ويترك بقى الدين وحاجه من هذا القبيل، في سبيل ان هو يعني يجمعوا له مال ويبقى اغناهم، او يجعلوه ملك عليهم فلا ياخذون براي باي شيء الا ما ياخذ رايه هو، او ان هو لو كان اللي فيه ده مثلا جن يجيبوا له اطباء ويعالجوه. بمعنى ان هو عرض عليه الملك كاملا، ماشي، ويبقى الملك بتاع قريش، وهي كانت سيدة العرب في هذا الحين، وكان كل اتباعه الضعفاء والسفهاء، يعني بالنسبه لقريش، مش طبعا مش نظرتي انا، نظر قريش بالنسبه لهم هم الضعفاء والعبيد والسفهاء، وده اللي بيتبعوه. ومع هذا لما يقولوا صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر، ما معناه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري يعني اترك هذا الامر ما تركته الا ان يظهره الله او اهلك دونه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اتعرض عليه الملك اللي الاخوان بيجروا عليه وبيتسابقهم ورفض، لكن هو طلب ان هو يستمر في الدعوه، رغم انهم خدوه بقى في شعاب ابي وجاعهم وحصروهم والكلام ده كله، لكن ده كان عنده افضل ويكون مع الدعوه افضل من ان هو يكون في الحكم ويداهن المشركين. الموقف الثاني اللي عايز اقوله، طب ده كان مرحلي لا مش مرحلي، بدليل ان هو لما جه في اللي هو الفتح، كان العمله بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين اتعرض عليه صلح الحديبيه، اتعرض عليه ان هو يحصل صلح ويرجع في نفس العام دوت. طب ازاي نرجع كل المسلمين معاه، وازاي نرضى بالدنيه من ديننا؟ طب امسح نبي الله لو كنت نبيا او رسول الله، امسحها يوم مسحها. طب اللي جينا من عندك يعني ما نرجعوش، اللي جه من عندنا ترجعه. كلها تحس ان فيها اجحاف. ومع هذا لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم عايز الحاكميه كان عنده القدره ان يقول لا ويفتح مكه. ليه؟ لان هو قعد سنه واحده بس فتح مكه، بعد الحدث ده بسنه واحده فتح مكه، لكن القدره دي والقوه دي كلها كان عايز برضه الدعوه. وقال لهم ان دي فائده في الدعوه. جات ازاي فائده الدعوه؟ ان هو كان بيجي له واحد من المشركين مسلم، يوم يقول له لا ارجع تاني، يقوم رايح عامل لهم بتاع غارات على القوافل بتاعتهم، يجي يتحايلوا عليه بعد كده يقول له ايه؟ خدوا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن الدعوه. الحاليين المحترمين بتوع الاخوان بيبحثوا عن الحكم وليس الدعوه. يجي يقول لك طب ما هو دلوقتي علي بن ابي طالب وعثمان بن عفان رفضوا ان هم يتنازلوا عن الحكم. هذه فتره لا نستطيع ان احنا نعممها، لان دي كانت فتره فتنه. يقول لك طب ما هو ما حدش انتقد تمسك عثمان بالحكم، وهقول لهم ما حدش انتقد خروج الناس على عثمان وقتله. ما حدش انتقد ده وما حدش انتقد ده، حكمها عند ربنا. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يجازي وهو الذي يحاسب. فتره فتنه لا تعمم في اخذ الاحكام منها. بالتالي انا عايز اقوله ان المشايخ اللي خرجوا من المساجد جري ووقفوا لي في الفضائيات وقعدوا يتكلموا ودوروا على الحكم وجريوا قوي على مجالس الشعب ومجلس الشورى وبتاع وكلام من ده، وكل المسلمين اللي جريوا قوي سابوا المساجد عشان يخربوها وجريوا عشان يعمروا المجالس بتاعه الشعب والشورى ويعمروا الفضائيات. انا بقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهذا، وما كان هذا موقف المسلمين. موقف المسلمين ان هي الدعوه، والا كان بقى المسلمين اللي في فرنسا ولا في انجلترا ولا هنا ولا هنا نقول لهم اقلبوا نظام الحكم عندكم وامسكوا الحكم. اول حاجه تعملوها حاولوا توصلوا للحكم، ما بيحصلش. بالعكس، ده كان اللي كان حصل في الارجنتين اللي هو مينان كارلوس، واللي حصل في امريكا قدامنا اللي هو اوباما. الاثنين نماذج سيئه وقذره، لان ممكن واحد يكون مسلم باع دينه عشان يمسك حكم. وما كان الاسلام ان يبنى على حكم بدون الدين.